ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جاي لكم فيديو سريع كده بسيط صغير. دي حله فول مدمس في الحله، جايبها لكم الحله من قلب الحدث. مرات اخويا لسه عاملاه وقال ايه خدي صوريه ووريه لمتابعينك. فول مدمس من بتاع العربيات او احلى من بتاع العربيات، حاجه روعه وتحفه الصراحه. يعني جت تقولي صوريه وانا كنت نايمه اصلا، صحتني اقول لها لا هتزعل وتزعل اخويا. ليه يا ست ام جوزيف؟ تعالي واحنا نوريهم الفول بتاعي. الفول ده هي جايباه وغسلاه كويس، حطاه في الحله، حاطه عليه طماطمتين 3 كده مقطعهم صغيرين، وكبشه يعني ايه، قولي مثلا نص كوبايه عدس اصفر، على حمص من بتاع اللي هو الكشري المصري ده، تمام. وحطت له بقى ايه شويه ميه، وحطيته على البوتاجاز ووطت عليه لما استوى مع نفسه. بصوا حاجه كده روعه، احلى من الفول بتاع العربيات اهو، ولونه احمر مش تصوير ظلمه صدقوني. جميل قوي وروعه حلوه قوي، وريحته بقى ما اقولكوش. احنا هنعمل طبق دلوقتي نقعد ناكل ونقطع بصلتين 3 تحفه، بينفع فطار بينفع عشاء. زهقانين يبقى عندك في الفريزر، هي بتعبيه في كيس بقى وتحطه في الفريزر، وقت ما نفسها تروح للفول او مثلا محتاره تعمل ايه في الفطار، تقوم مطلعه وحاطه عليه الزيت والملح والليمون، وفي بيفقشوا عليه بيض، وفي بيحطوا عليه معلقه زبده او قشطه. بصوا حاجه كده احلى من الفول العربيات. يعني اعملوا كل حاجه في بيتكم يا جماعه اهو، ونضيف فول لو جميل واحمر وروعه اهو. بصوا يلا بقى حطي لايك عشان الست مرات اخويا عامله الفول جميل اهو، الست ام جوزيف، ودوسوا لايك وجربوه في البيت. يلا فيديو سريع وبسيط، باي باي. ما تنسوش اللايك بتاعي.